نضرب شعبة في الصدر بنفتح شعوري، لو فتحت يروي انوار المدينة، نجعل الدنيا مثل عين التجوري، نودع الغبن غبن بعد الغبينة، صاحبي يقطف وفانا ورد جوري، والرد كاف كاف سنينه مستوينا، مرحبا ترحيبة من منارة الحفل، قالها محمد ابو نايف اللي قالها، مثل ابوه بشي تبع بلغ عنها قفل. اهلا وسهلا ومرحبا. احب بعيد واحنا صرنا زملاء شلون؟ ضحيه. يا هلا وغلا ومرحبا ومقربا. وشيء ما شاء الله عليك انت وهالابداع. الله انا ترى متابع السناب على فكره. اوه إيه. كل شيء. انا استفدت من السابق اكثر من ناصر. ابو سلطان انا ما اقدر اقول له ولا حاجه. لا ابو سلطان يحق له ما يحق لدينا. اقول بيض الله وجهك، يعني انت ما شاء الله عليك حضورك جدا موفق. تسلم يا تدرس. تقدم ما شاء الله محتوى ممتاز ومن اجمل السنابات، وانا اقول ما هي بغريبه عليك، انت ما شاء الله صاحب محتوى مميز وقفشاتك حلوه هذه، والكواليس اللي الناس يحبونها، ترى الناس تحب الكواليس اكثر من البث. يا سلام. فاهنيك على روحك وحتى تقبل الشباب لك، وما شاء الله انت زي النحله في القناه. ايوه الله يرفع قدرك والله سعيد. شوف لي ترى السنابات برضو عليها محاسبه. اوه سنابه من هنا ولا من هنا راح. لو في شخص سألك وقال لك مين أنت؟ وش تقول له؟ أقول مثل ما قلت في فقرة من أنا أول البرنامج، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمم. الله الله الله. وأنا اللي ما نقال في محزن ما غير شبه البارود وبالعرف أزرع الحبة على ميشان وارتبها. سلام. هذا وقيس. طيب لو أنك ودك تغري الشخص اللي صادفته وقابلته، تغريه بصوتك، وانك تلفت الانتباه لموهبتك، وش ممكن تسمعه؟ ايش الشيء اللي ممكن يشده؟ مالو بيوم قالوا كل غايب ياتي، وثر ما قفت بها الايام ما تاتي به، واثر ما تكتفي انك تعرفه بصوتك بس، ولا في شيء ثاني ودك تلفت الانتباه لهذا الشخص الغريب؟ والله شوف قصدك يعني قصايد؟ ما ادري، بس انت يعني ودك تكسب هذا الشخص الغريب او حتى القبول من الله سبحانه. يا سلام. ما قبلك من اول نظره، بعضهم يمكنني ما اقبله من اول نظره ويوم اتعرف عليه اقبله، لكن سبحان اللي يرزق القبول من يشاء. انا اعتقد برضو مرات القبول جزء منها حتى في حديثك. نعم. في كلامك. فلذلك انه الشيء اللي بتقوله له هو اللي يعني قد ينجذب لك. صح صح. ايه فمو بس مجرد الطله. هلا بسم الله خرشني وراه. وش ذا؟ شيء غريب. اي لا بعد شوي بحقق معه. تعال لا تروح. لا اله الا الله. لا تروح. هل تؤمن بصداقات وسائل التواصل؟ هل تؤمن بصداقات وسائل التواصل؟ ربما. شلون ربما؟ انت لك اصدقاء من وسائل التواصل تعرفت عليهم وقربت منهم وقربوا منك؟ في واجد. ايه؟ وهذا من ضمنهم وانا اللي تحسفت اني تعرفت عليه. تحسفت. امانه. تمنيت اني ما شاركت في البدايه عشان امانه لا تخليني بلا روح كذا موات اخاف لا غنها. تفضل. نغني. والله العلي العظيم اني حزين لما حصل لسعود عتيبي. اول شيء الله يرحم ميتهم ان شاء الله حسن عزام، والله يشفيه. والله العظيم من الشباب حزينين عليه، اقسم بالله احنا حزينين عليه. الله يشفيه يا رب، جعل ما اصابه ان شاء الله تخفيف. والله ما اقول على كلام ابو ساره كلا، لكن الله يرحم ميتهم، يسكن فسيح جنات ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وقدر الله ما شاء فعل. وبالنسبه لحادث سعود العتيبي اتحمد له السلامه له وللي معه، والله يلبسهم ثوب الصحه والعافيه ويقومهم طيبين ان شاء الله، ويجينا هو طيب. والله ثم الله ثم الله، إن ما نقولها يعني مجامله ولا رياء ولا سمعه قدام الكاميرا، إنا حزينين اقسم بالله نحبه على ما حصل له،
فالله يجعل ما حصل أنه كفرت لهم، وتحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير يا إخوان. رسالة موجهة للأخ سعود العتيبي الله يحفظه. الأول الله يحسن عزاكم في ميتتكم، الله يرحمه ويغفر لها. والأمر الثاني الحمد لله على سلامتك وسلامة عيالك على الحادث اللي حصل لكم، والمكسب أنكم سلمتوا. الله يحفظكم ويرعاكم والله يجعلكم ما تشوفون شر. لو صادفك إنسان ما يعرفك وقال لك من أنت، وش راح يكون جوابك؟ بقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. أنت كأنك سمعتنا قبل شوي. بالله أنا قالها. إيه طيب لا عادي عادي. لا بجيب غيرها. أنا التاريخ، أنا المستقبل، أنا الحاضر، وأنا الماضي، جمعتها كلها واختار فيها. يا سلام. طيب لو هذا الشخص اللي أنت الآن عرفته بنفسك ودك أن تلفت الانتباه لك، بوش تلفت الانتباه لنفسك عند هذا الشخص الغريب؟ قول لي معك دكتور عبد المحسن. لا الاسم قضينا خلصنا، بس اللي بعده الخطوة اللي بعدها كموهبة هواية يعني. أنا قلت الدكتور لو لاحظت. أنا طبيب طور الإنشاء طبعا. لحظة أنت طبيب صدق يعني الحين ولا سوليف؟ أنا باقي علي ترم واحد وتخرج. عبد المحسن تراك فاجأتني بالله انك صدقت. والله فاجأتني. والله اني عبالي ان الطقطقه موضوع باقي اجي المشاهدين في مقلط واعلمهم اني طبيب. خلاص. لحظه طبيب ايش انت؟ انا طب وجراحه. باقي لي ترم ان شاء الله واتخرج. ايه وان شاء الله تخرجي قريب. فبقول له ان انا طبيب اعلامي مقدم برامج، لي في الانشاد، لي في الشعر، اكتب بعض الابيات. ماني شاعر بس اني انسان يشعر. وذاتس ات. وش ذاتس ات. اخ والله بالله يكتبها كذا بالاصفر تحت. ذاتس ات. تمام بس لحظه يعني طبيب ومنشد وشاعر ولا تست ما شاء الله حبيبي. لحظه ابو سلمى. لحظه يا جماعه تكفون. اللي تحت البث يا ابو سلمى. لا اوكي بس امنعني. ابو سلمى تمر وبيبسي. دقيقه ويقول والله بطني دقيقه دايم يقوم ترى تعبان والله العظيم، يروح المستشفى كل 3 ايام مره عشان وش السبب؟ ورهم تدري ايش؟ هذه والخواضه. وش هي خضاضه؟ وش هي؟ ايش لا والله ما اصبر عليك. هي شورك شرب ليش واحد. بالله يعلمني على الكلمه. خضاضه وش ذي؟ خواضه وش خواضه؟ خواضه هذا يا ابو سمره عمله نادره. ايه لن توجد في بيوت الشعب الناس ذولي غير عند المطران. لأن السمن يصنع من عندنا والدخن من عندنا عملة نادرة تنشر بالدرهمان. الفلوس صدق يا ابو سمر. تعال لا وين اصبر. اوكي انت حط هنا. هذا سمن بري من عندهم. هذه هي الخضاضه. هذا سمن بري طيب ويحط معه دخن. ايه فهمت؟ كل شيء ابو سمره. انا ابو سمره. وشو؟ كيفك؟ صفاء. اليوم عندي لك فزوره. شو عم بتقول؟ انا اهلي اساسا من الشام. اوكي. اجوا على الرياض. صرت اتكلم كذا الله يحييك. ايه بعدين احتكيت بأهل القصيم، صرت اتحدث كذا وانا خوف. بعدين ودتني امي على جده. يعني جده عشان اتكلم. ايش بك يا ابويا؟ ايش بك يا ابو سمره؟ بعدين امي اخذتني على الكويت، يعني ربع العساف هيدا عارفه؟ صرت اما تبوسي دياي تاكلون؟ يعني كذي نتحكى من نروح افنيوز. بعدين خذتني امي على بحرين، صرت اتحكى كذي يبا. انت يبيلك عنبالوس، يبيلك ناخذ بالعنبالوس بعدين اوديك المستشفى. اي وبس خلصت. انزين بس اليوم هذا بس خلصت. شوف انا بحكي معك. احكي
عم بسبتها الجوال. يعني بقول للناس شغله قبل لا اسولف. ترى والله العلي العظيم عندي اكثر من ثوب بنفس هالشكل، اقسم بالله مو بثوب واحد اطلع فيك اليوم، قسم بالله العلي العظيم والله انا عندي اكثر من ثوب بهالشكل. طبعا ترى اللي جايبت لي لا لحظه، في احد سالك؟ طيب لا مو احد سالني. اوكي طيب ليش تبرر؟ لا اسمع، ليش متوتر؟ اصبر، امس وقبله كل ما طلعت معك طالع كذا، فانا شلت هم لان الناس يقولون ايش هذا ما عنده الا ذا الثوب. والله انا العظيم عندي بجاي، بس انا ما حد قال يا اخي انا ابرر يا اخي والله اني ابرر. ما حد طلب تبرر يا اخي الواحد ما يقول سب. اي بس يعني يلا احكي ابو سمره. احكي نرجع لموضوعنا. اي نرجع بعد السنه بالتاليه. اي الاسباب التاليه. شوف اي اللي عم بحكي لك حاجه حاجه هذه وين هذه؟ لا اسلم. انا يعني انت قاعد تدخل اعطني فرصه. اي تفضل. هاو انا لبناني، بس امي عم شربت قهوه كثير، قهوه سوداء، وصرت هيك وكنت اطلع بالشمس. بالشمس؟ شمس. بالشمس؟ احنا بنقول شمس. مش هذا الشمس عاديه. شو عم تتوقع؟ شو تتوقع؟ انا بحكي، انا احكي لبناني، احنا نحكي هيك. شي قلب جزائري، شي قلب جزائري. ارجع ما تجلسنا. والله بحكي عدل. تعال اسمع. لا اصبر. فانا يعني نفس شوف يا ماجد، انا بعلمك اللي ما عم بتبزوط معايا. شو يعني ها؟ انت شو تقول؟ ما ادري بس اصبر. شو ده؟ ها والله انك نفسي جيت تتكلم انجليزي بالضبط. ماجد بدل ما ابو سمره صار ابو لبنه. لا اصبر فيك عشان ما يضرب هو. فهمت؟ ابشر. شوف لا عدا بضحك والله عدا. لا خلاص اي راحت، خلاص لا تمشي النكته. ايه هلا والله. لا اسرع بك بعد شوي. ايه المهم نرجع لموضوعنا. نرجع الموضوع. انت ابو سمره اللي شو الا شو رايك في القريه؟ بالضيعه. الضيعه عندنا. بس هي اسمها القريه عن بدايه. شو سؤالك؟ شو اللي طبعا هي اسمها القريه عن بدايه. اوكي. بس هي بالاساس اسمها الضيعه. شو رايك في القريه؟ كتير كيوت. متاكد؟ متاكد؟ منيحه حيل. الله هو مش عاوز ينفصل بالضبط. اي لا ده مصري. صح. انا قلبت مصري. عاديتني انت. شفت انا اتريق هذه فطور عندنا بالكويت. احنا عندنا والله اني بديت ارضخ على الناس، ما ادري ايش اقول. يا رب ما يجيكم لاج. اوكي تحملونا شوي. انت شو انت قبل شويه؟ اصبر. شو انت قبل شويه؟ والله نسيت صدق. لا فطور. شو انت؟ ريوق. الريوق يقولون عندنا باللبناني فطور. فطور يعني. لا توقعت فيه. المهم